يعني هو سيد عبد هيقول له طب المقابل المادي لو قليل عايز لك هتروح للاهلي ولا زيك هيقول الاهلي يعني ده قبلك كان محمد كان اكرم توفيق قاعد. بص يا صاحبي انا كل يوم انا حاسس الموبايل بتاعي فيه حاجه، كل يوم يحصل لي حاجه غريبه، افتح الموبايل ايقاف قيد ايقاف قيد، انا حاسس الموبايل فيه حاجه، كل يوم يطلع لي ايقاف قيد لنادي الزمالك. النهارده بيصل لنادي الزمالك الايقاف التام، ودي من الحلقات اللي بطلع اتكلم فيها من غير ما محضر ولا كاتب ولا اي حاجه، طلع اطلع اتكلم كده واللي في قلبي هقوله. النهارده ايقاف قيد تامن، ده مركز الكلمه تامن لنادي الزمالك، ليه؟ بسبب صفقه الفلسطيني عدي الدباغ. وخلي بالك عشان مش عاوزها تكون متفاجئ، الايام الجايه هتوصل قواضي اكتر، ممكن توصل ل 10 11 قضيه. ليه؟ ليه انت جاي لك الايام الجايه دي قضيه بسبب صلاح الدين مصدق، قضيه بسبب ممكن تلاقي بنزيجا كمان جاي له قضيه، ممكن تلاقي لعيبه كتير من قدام حتى جاي لهم قضيه، كوناد مشيلاك السنغال اللي كان بيلعب عندنا الواد الاهبل ده كان اسمه ايه برضه هتلاقي قضايا جايه لك في السكه دي. فالزمالك الايام القادمه يعني مطالب بحوالي 100 مليون جنيه، 100 مليون جنيه مستحقات، 2 مليون دولار يا انس. اقول لك الايام الجايه دي هتلاقي فلوس. طب مجلس الاداره المفروض ايه يحصل؟ ايه المفروض؟ يكون نادي الزمالك ومجلس ادارته مستعد ومجهز نفسه اللي هيحصل الفتره الجايه. ليه؟ لان اللي جاي ده كله هيبقى مصيبه سواد في سواد. جمهور نادي الزمالك بقى متوقع المصيبه من قبل ما تحصل. واحد زي انا اهو ما طلع اكلمك اهو لا كشكول ولا قلم ولا اي حاجه. النهارده جات لك مشكله بسبب عدي الدباغ، بكره بسبب بنزيجا، بكره بسبب صلاح الدين مصدق، بعده بسبب كوناد مشلاك، بعده بسبب مش عارف مين. هتلاقي واحد من قرن ال60 صح يقول لك ايه الورثه بيطالبوا بمستحقات الزمالك. طب مجلس الاداره وحسين لبيب المفروض يكونوا عارفين الكلام ده، عارفين مستعدين. المفروض الكلام اللي جاي ان هم مستعدين، الله اعلم. بس كده المتغيرات تغيرت يعني ايه متغيرات تغيرت يا انس؟ يعني اللي كان المفروض انت متوقعه هيجي لك مثلا مليون دولار، مليون و200 الف دولار، الارقام حاليا تجنن. وعاوز اوجه بقى رساله قبل كلام في قصه حامد حمدان، عايز اوجه رساله للناس اللي بتطلع مش عايز اقول لفظ وحش يقول لك الزمالك خد فلوس 800 مليون جنيه. انت فاهم الرقم؟ بقى كل المدعكه ديت والاواني دي كلها على 100 مليون. فتخيل لو زاد في خزينته 800 مليون جنيه من الناس اللي بتطلع تتكلم لك اصل زاد باع الارض وخد 800 مليون جنيه، ما فين 860 مليون جنيه؟ انت مستوعب الرقم؟ 800 مليون جنيه. ده انا على حسبه بسيطه كده دولار ب 50، يا نهار ده مش قادر احسبها. فالزمالك منين يوجع واخد 860 مليون جنيه؟ طب راحوا فين؟ افهم بس راحوا فين؟ طب ما اخدهم، ما هو يا ابني لو خد 860 مليون جنيه دول يفتح نادي جديد، يفتح نادي الفرع الثاني. اللهم صبرنا. المهم بص يا سيدي، اللاعب السنغالي ابراهيم انضاي، وهتلاقي صفقات ياما. انا لسه غير عمر فاجي اللي مقدم اخر شكوى، وغير وبنتاج اللي عاوز فلوس وخد جزء من الفلوس، لسه مشكله كبيره. فالزمالك والله العظيم انا طالع اتكلم ومعارف ابدا من انا بقت الحياه بالنسبه لي العامه الحياه الطبيعيه سواد في سواد، حياه سواد في سواد من اللي بيحصل ده. انت كل بتفتح بسم الله الرحمن الرحيم، تصلي ركعتين لله، تبص ايقاف قيد، تيجي تتغدى ايقاف قيد، تيجي تنام هتتعشينا وهنناموا ايقاف قيد. ماذا بعد؟ الله ماذا تنتظر يا حسين لبيب؟ ماذا تنتظر يا كابتن حسين؟ ايه اللي يحصل الفتره الجايه؟ يشمعوا النادي. ما هو طالما انت اصلا مجهز نفسك ومفروض عارف ان فلوس هندفع، ما تدفع من دلوقتي. انت مستني اليناير ليه؟ يمكن هو مستني اليناير عشان خاطر يجمع كل الموضوع ويخلص. ماشي اما نشوف. بص بيني وبينك شهر 12 بيخلص ويناير كل الموضوع 40 يوم 42 يوم بالكتير. ماشي اما نشوف، خلينا نشوف ايه اللي جاي مخبيه لنا ايه. بالنسبه لبعض المواقع بتاعت بير السلم، مش حاسس مش بس كده عشان حاسس ان الاضاءه قلت مش عارف ليه فين. بالنسبه لقصه مواقع بير السلم، المواقع النهارده اللي طلعت تتكلم، موقع القاهره 24 اللي اخبره بالنسبه لكل الانديه موثوقه الا الاهلي كلها في شنك. ليه؟ الاهلي عنده مشاكل محدش بيطلع يتكلم، الاهلي عنده ازاي محدش بيطلع يتكلم، الاهلي عنده خرا محدش بيطلع يتكلم. لكن النهارده قصه حامد حمدان قال اهو مكالمه تسريب، عرفوا المكالمه اللي كانت بين سيد عبد الحفيظ وبين حامد حمدان. يا كابتن حامد والله الاهلي طب لو يعني هو سيد عبد الحفيظ هيقول له طب المقابل المادي لو قليل عايز لك هتروح للاهلي ولا زيك هيقول الاهلي يعني ده قبلك كان محمد كان اكرم توفيق قعد، كان الناس دي قعدت ما مشيتش، كانوا سابوا علي قعد. طب المقابل مادي قليل، طب ما ده مقابل مادي قال لك بطولات تقيله على الاول بطولات وسابوا علي سابك وماشي، وساب علي قال لك يلا حلو قوي كده اروح بقى اخد دولارات امريكا. اكرم توفيق لك مع السلامه، ابنك اللي انت مربيه رامي ربيع لك اجي ارض 6 تلت.
فحامد حمدان، حامد حمدان ده الاولى، لو هو اولى للنادي اللي جلمعه نادي الزمالك، هو اولى لنادي الزمالك. ده انا بيت الاهلي يا كابتن سيد. هجص تكسب ده اللي ماشيين بيه، هجص تكسب ده اللي ماشيين بيه، فما تصدقش لحد اللحظه، ما تصدقش. ممكن يكون قال قريب عشان تبقى عارف من الصفقه، انا بقول لك ممكن يكون قال قريب، لكن القصه دي هيحصل فيها ملعكه جامده عشان تبقى عارف، بين الزمالك وبتروجيت وما بين الاهلي، وقصه كبيره. لكن ما تقنعني يا جدع، ده انت عامل مشكله النهارده مع اليو ديانج عشان التجديد، مش عاوز يجدد لحد اللحظه اللي كلامك فيها دي عشان خاطر عايز فلوس زياده. اهم حاجه في الاهلاويه دول اقسم بالله، او صفحات الناس اللي بتطبل الاهلي، الغباء بزياده. انا قلت لك الناس دول بقت تعرض شكك، هو مش قادر يعرض كاش فشكك، يمكن تيجي مصلحه قدام. حاجه اقول لك سيبنا من دول عشان دول كلهم مش عايز لفظ وحش، خلينا في النادي بتاعنا الحبيب. ماذا تنتظر يا كابتن حسين؟ هفضل انا يمكن اتجنن النهارده اقول لك ماذا تنتظر يا كابتن لبيب؟ ايه اللي بعد كده يا كابتن لبيب؟ ايه اللي جاي؟ انتوا خلي بالك، مفيش حد بينحرق دمه اكتر من الجمهور. والله العظيم الجمهور هو اللي عنده المشكله كلها. في ناس واخده الزمالك ترند وحكايه وموضوع صباح الفل في الخلاط، هو اهم حاجه يطلع ويلم فيو ويلم ريتش وكل الكلام ده، لكن تيجي في المصلحه العامه مفيش. شهر يا ابني بص عشان خاطر الارض مفيش، اعمل حاجه يا ابني عشان الارض مفيش، اعمل حاجه عشان النادي مفيش. هو بس يطلع يشرب ويتمرقع في فيديوهاته ويهلس على الزمالك عشان يجيب فيو. بس حاجه هو انا برضه اقول لك حقه، لان شويه البهوات اللي على الكاس ده شوف ده حسين لبيب ماسك بقاله سنتين اعتقد وشويه، لو الذكاء مش خايناني اعتقد سنتين وشويه، يا رب بس اكون ناسي معاك. المهم يعني ما شفتش احمد سليمان ليه دور النهارده طلع دور. طب انت كنت فين يا كابتن احمد؟ سايبين حد خربت خالص. والله يا ابني عايز اطول عليك، لان الحاله العامه وحشه جدا، والنفسيه في الطين، وكل اللي بيحصل ده فينا مش عارف هل هو مدبر له، هل هي الحياه كده، هل احنا نستاهل اللي بيحصل لنا، هل احنا واكلين المعزه بتاعت واحد غلبان، شوينا فرخه بتاعت حد تعبان، والله ما انا عارف. لكن في النهايه هنفضل برضه ورا النادي ده ايا كانت الظروف وايا كانت المسببات. ايه اللي هيحصل احنا ورا النادي ان شاء الله. انا والله اتمنى ان انا اشوفك في حلقه جايه يكون فيها اخبار كويسه، هتحرك دقه في بعض الاخبار المهمه، وان شاء الله جالك فيديو جديد. فلو عجبك الحلقه اول مره تشوفني اعمل لايك واشترك في الزر، ما عجبكش رد رايك في الكومنتات وعلى دماغي من فوق، وباذن الله اشوفك على جديده، والسلام.